يا صباح الخير. يا صباح النور، اهلين بشرتي. شو هالقهوة الطيبة هي؟ ايه انت قل لي ما بردت؟ والله برد، زنطرت انا. يعني في برد. فيه عادة انه لما لازم يقعد يشرب القهوة بالبرندة. هلا الحكي بيزبط بالصيف وانا معك، بس هلا بلشت الدنيا تصير شتاء هيك والجو يصير بارد يعني. لو بقول لها لبشرى تعالي اشربي قهوة معي كمان بخليها تبرد وتزنطر. شوفوا انا شو لابسة بشرى لا ارجيكم شو لابسة بشرى يا جماعة. شوفوا بشرى شو لابسة. الله، جاكيت الارنب. ارجينا ادانه الارنب بشرى ليكن نازلين. لا بس حلوة القعدة هون هيك، يعني الواحد بيصحصح بتنشط. شو سيسي، حبيتي هذا الليجو اللي جبنا لك اياه الكبير؟ يا جماعة اي سيسي روح قلب الليجو الكبير هذا، لانه هيك سهل عليها هو، يعني انه قطعة كبيرة، يعني بقى ضلت عم تنق علينا مشان نجيب لها هذا الليجو الكبير، والحمد لله لقيت لها اياه. بشرى حبيبتي انا جعت. جعنا والله. لك انا بعد القهوة دغري بجوع. في عالم ما بيفطروا، يعني من النوع اللي ما بيحبوا يفطروا على بكير، بس امجد بيحب دغري يشرب قهوة ويفطر. انا ما بحب افطر دغري. والله كأنه انا وياكي مو كتير متشابهين بشرى. مو كتير متفقين. لا. هلا اكتشفت في مهل شوي ثاني. يلا بشرى ساوي لنا جبنة مسخنة، بس لا تنسي تحطي لي دبس فليفلة. لا تنسي لنا كاسة الشاي كمان بشرى. لك حبيبي، يعني معقول فطور بدون كاسة شاي؟ بتعمليها مو انت. طبيعية يعني. عم فكر شو بدي اكل السندويشة الثانية بشرى. خلص سندويشة واحدة لا ما بتكفيني انا. بكفي. بدي سندويشة مكدوس مشان نضل نشيط. ما بدي سندويشة مكدوس بالاضافة لسندويشة الجبنة المسخنة. دللي لي كل شيء بشرى. احلى شيء انه امجد بيحب المكدوس كسندويش اكثر ما يحبه انه محطوط. لا بحبه كمان اياها كمحطوط. انا مو انت ايه بتدلليني ايه، بس انه كمان بحبه كمحطوط، كله بحبه. كل انواع المكدوس، كل انواع الاكل. صباح الخير أسطولة. لين شو بدك تاكلي مثل بابا؟ اشقوان مسخنة؟ مو مسخنة بشرى. شوفوا أسيل من أول ما بتفيق قاعدة عم تصنع وتلون وإيديها صاروا كلهم سود من الألوان. لك أسولة هلأ لسه فقتي؟ طولي بالك لتاكلي اتصحصحي. مو هلأ فقتي؟ قبل شوي صار لها ساعة. طيب هلأ شو رأيك أعمل لك الأشقوان مسخنة ولا هي الجبنة بحبوها على فكرة الأطفال بحط لهم إياها بالتوست، يعني هي الجبنة الكريمية. أسولة بتحتار مثل أمها. مثل امها. على فكره بناتنا، يعني مو كل البنات، بناتنا ما بيحبوا انه نحط فطور وهيك واصناف. صباح الخير ميمي. صباح النور. دخيل الخجول انا. نحن عم نساوي ساندويش، شو بدك تاكلي؟ جبنه مسخنه مثل بابا؟ ايه. صباح الخير سيسي. بابا. اكثر وحده متفاعله بيناتنا كلياتنا. سيسي. هلا فايقه لساتها تاكلي سندويشة جبنه مثل بابا؟ ادي. ما بدك؟ شو بدك طيب؟ ادي نيني. بدك نينه؟ ما بدها سندويشة، بدها نينه. ايه طيب نينه جبنه مسخنه، شو رايك؟ ايه. منيح هيك. اعطيهم بوسه سيسي. يا عيني عليكي. شو أسولة، انت بدك تسوي سندويشتك لحالك؟ ايه. يا عيني عليكي، كبرت أسولة. ايه على فكره بدي اقول لكم شغله، لما بتشاركوا الاولاد يعني تخلون هن يساعدوكم بمساواة الاكل، بيعودوا بيرغبوا الاكل اكثر من لما انتم بتحضروه وبتعطيهم اياه، هيك بيشتهوه اكثر. بقى كثير خطه مناسبه انه تتبعوها مع اولادكم، هيك جربوها يعني. حكم بشر. انا عم بحكي قدامها هلا ما لازم احكي. يلا غسلتي ايديكي أسولة؟ ايه. يلا تمام، يلا بلشي. شو بدكم انتوا الاثنين؟ بدي نيني. بدك نينه؟ بدي اسوي سندويشة لحالي. حتى انا. حتى انت؟ ايه. على اساس هي سيسي بتعرف، يعني انا ما بتعرف سيسي. انت بتعرفي ميمي؟ ايه. يا عيني عليك.
عادي. ليك شلون قاعدة بالزاوية انت وزعلانة بدها تساوي لحالها. عم قول لها دقيقة، يلا دقيقة، عم جهز لها الصحن لأختها ما كانت تصبر، بدها تساوي لحالها. يلا سيسي ساوي سندويشتك انت التوستاية تبعك. ايه. ايه يلا ليكي شو مبسوطة انت. ساوي انجاز سيسي. هاي هون. ايوه هون ايوه شو بعدين؟ يلا بندورة. بندورة سيسي ايوه. هاي هون. ايه كمان سيسي. مو تحطي كيوي بقلب السندويشة. هي جنب السندويشة. برافو سيسي. اسمع الكلام لدرجة انه انت بدك تقول لها كل وحدة بوحدة. كمان ايه. لا حطي ايديك الخبزة فوق هي الخبزة ايوه. برافو عليكي برافو سيسي. احلى شيء عم تعمل كتكتة السندويشة. يا عيني شو هالفطور الراقي هذا يا بناتي، شو هالتوستايات الظراف اللي سويتوها. برافو عليكم يا بناتي، مبسوطين يا بناتي. يا بناتي بتعرفوا وين رايحين نحن؟ سيسي وين رايحين؟ قلتي ايه؟ تيدي. رح ناخذكم مشوار كتير حلو، ماشي؟ قبل المشوار شو انت بدك تقول شيء كأنه لا انت بدك تقولي قطعت لك شيء جملتك لا. الشهيرة والمعتادة. ايه والله قطعتيها. تفضل قولها. ماشي يا بناتي، مبسوطين يا بناتي؟ مع السادة. ترجمي بشرة. شو؟ سيارة. مع سيارة. مع السيارة. هلا الفلوج اللي اليوم انتم عم تشوفوه رح تحسوه مختلف شوي عن العاده، لانه انا اليوم حابه اعيشكم يوم طبيعي من حياتنا، روتيننا مع بناتنا. كمان انا حابه انه بلش بشغله معكم، انه اكثر الاسئله اللي بتبعتوا لي اياها انه انا رح اعمل عنها فيديو. فاكثر شيء انتم كنتوا عم تبعتوا لي اياه بالفتره الاخيره على الانستغرام وهيك، انه شو روتيني بالعنايه لشعر بناتي، يعني شو كيف انا بعتني فيه، خصوصا انه سيلينا شعرها كيرلي، وبتعرفوا انه الشعر الكيرلي بده عنايه يعني هيك مركزه شوي يعني. فهلا رح نروح بدي اشتري الشغلات اللي انا بستعمل لهم اياها، لانه في شغلات خالصه من عندي. بتحسوا كانه هلا الساعه 8 المساء او اكثر، عن جد مغيمه بشكل مو طبيعي، بس معلش يعني نحن بدنا نعطي التفاؤل والطاقه. ما في طاقه. ايوه الجو ما فيه طاقه، نحن بدنا نعمل الطاقه. اهم شيء الفيتامينات والحديد، هدول لازم ما ينقطعوا ابدا. هلا انا بدي اسالكم، وكمان بدي اسالكم انتم يعني نحن ويا بناتي. أيوة. هلا قلتك شو حابين اليوم تتغدوا عشان كمان نجيب الشغلات اللي بدنا نعملها. شو حابين يا بناتي تتغدوا اليوم؟ من الشاشة. انت ميمي دجاجة؟ أنا بدي معكرونة بلبن. والسؤولة ما سألتيها. بدي كوسة بلبن. هاي بدها يوم لحالها فلوج ساوينا كامل. كوسة سوينا كوسه بلبن. هلا انا عم فكر ساوي لكم همبرجر بما انه انتم بتحبوها، صح ولا لا؟ يا عيني ايه. هاي اكلتكم المفضله. ما يلا خلونا معناتها نجيب الشغلات الناقصه. شو بدها سيسي؟ على بدها بالون. بدها هذا البالون اللي على الباب. ايه جيب لها الزينة تبع المحل، انزع على الزينة. لك ما بنقدر لك سيسي، مو قلنا أكل. بنقدر؟ نقول لهم سيسي بدها اياها ما؟ فانا هلا وصلت على المحل، بدي فوت اشتري الشغلات اللي انا بالعاده بستعملها لشعر البنات، في منهم خالصين من عندي، لانه رح اخذكم يعني منه تسوق كمان. نحن البنات روح قلبنا فلوجات التسوق، انا بعرف. يلا فوتي ميمي. لا وحده بتكفي. وحده بتكفي. وانا كمان. وانت كمان. وحده بتكفي. هلا بالنسبه لشعر سيلينا، بما انه هو كيرلي، فهدول المنتجات اكثر منتجات يعني هن للشعر الكيرلي وبيناسبوا الشعر الكيرلي او الويفي. هاي امجد مضبوط امجد؟ مزبوط هذا الحكي. امجد مو عرفان عن شو عم بحكي. شو بشرة شو بقى بدك تاخذي لهم؟ هذا بدي اخذه لشعر البنات لسيل وميلا. هذا انه مشان وقت بدي مشط لهم شعرهم، يعني بيسهل التمشيط وهيك، بيروح هدول الشعرات اللي هيك بيتطايروا. هلا هذا انا عندي مثله بالبيت بس لونه تان غير هذا، ذاك اقوى لسه. هذا بحطه بعد ما اتحمم، يعني بعد الشامبو وبعد البلسم بحط منه، بتحسوا هيك بيرجع الشعر هيك كانه حاطين له بروتين، او كانه بيعطي لمعان وبينعمه. كمان بحط منه لشعر البنات كمان بعد الحمام، بس لازم اكيد نشطفه يعني مو تتركوه على شعركم. كمان احيانا بجيب من هدول، هلا هدول صحيح صغار لا يغروكم منظرهم، بس كتير ظراف. لما احس شعري هيك صار انه ناشف بحط منهم يعني بدل البلسم، كتير بيرجعوا لي شعري هيك حيوي وكتير ظريف. هلا للي عايشين بالمانيا بتعرفوا انه هون في شغلات غذائيه بتقدروا تستفيدوا منها، اكلات. يمكن امجد والله ما بيعرف. تعال شوف امجد، بتعرف انه هون في فلافل؟ شوفوا فلافل. خلطه فلافل. يي
فلافل؟ على فكرة عم يقولوا عليها كتير طيبة، شو رأيك نجربها؟ والله بنجربها، شو رأيك؟ يلا أخذناها. لا وشوفوا سعرها يعني إنه رخيص كمان. شو عم تاخذي بشرتي؟ شو هذا؟ هلا هذا هو المكون السري اللي أنا بدي أحكي لكم عنه، هذا اللي بستعمله لشعر البنات، وهذا اللي عم يعطيهم اللمعة بشعرهم، وما شاء الله صاير شعرهم كثيف عن الأول. يعني هذا هو زيت جوز الهند، هذا اللي بيجي الطبيعي يعني الأصلي، يعني هذا بيستعملوا له الطبخ في منهم. بس أنا رح ورجيكم شو الطريقة وكيف بحط لهم بس لأرجع على البيت. الفانيليا. صار بدهم بوظة هلا، أنا شفت كون بوظة. انا بدي الشوكولا. شوكولا وأنت فانيليا. أنت سيسي؟ لا ليش؟ فاز يا سلام. عين مال شوكولا. شوكولاتة. شوكولاتة بدك مني؟ ايه. صحة صحة أصولة. شو بدي؟ واحدة عفريز. شكرا. لا هي مو إلك. هي لميمي. ما أخلصك أمجد. هي إلك طلعت. أنا ما بدي. أمجد ضيفك قهوة؟ أنت كريمة ونحن بنستاهل. قلت له ضيفك قهوة، قال لي لا ما بدي. قلت له ليش عم تتغلظ؟ قال ما طيبة. لا طيبة طيبة. شو اختر لك؟ على ذوقك مش على ذوقك. رح اختار لك هي يلا. لاتيه ماكياتو. ماكياتو. سلموني يا بشرة، شو هالكلام هذا؟ شكلها ظريفة ما؟ كثير شكلها ظريفة عن جد. شو كيف طلعت القهوة؟ ليش معصب علي؟ لك حبيبتي قلت لك بدي ما بدي أضحك. قهوة، قلت لك ما بدي قهوة، قلبي كان حاسسني انه بدي كب على حالي، بده يصير شي قصة، كنزة طالعة من الغسيل. هلا فوق ما شايفين يا جماعة، ما تعزموا ازواجكم على قهوة. جبت له قهوة قالوا عزمته، قام شو ما عجبه. قصدها يعني تقول انه خيرا تعمل شرا تلقى. هي رجعنا على البيت وسيلينا عم تلعب بالليجو. هلا ميمي كمان انت بدك تلعبي؟ هلا سيلينا بدي اخذها على الحمام وحممها وورجيكم كيف روتينا بعد الحمام. وبدك تأرجينا كمان وانت عم تساوي البرجر الهمبرجر. انت هذا اللي بدك توصل له. لك يلا بشرى. سيسي بدك تحممي ببوبيش؟ ايه. يا عيني. بدك تحطها هي مصرة، هي اللي بتعطي صابون، بتعطي بابل هيك بقلب المي، مصرة بدك تحطها. خي حطيها سيسي. حطي يا سيسي نشوف شو بده يصير. ايه يلا ارجينا. هيك ما أعرف. يا عيني. بلشت مثل الفوارة كأنه. اختراع غريب وعجيب. فوتي شوفي لنشوف. شو سيسي؟ حلوة؟ نعيما سيسي؟ قلت لك نايمة. هلا بقى بدي اشرح لكم شو الموضوع على التمام. هلا انا قلت لكم اني بسوي لكم روتين عنايتي بشعر بناتي. فاول شغله واهم شغله انتم سالتوني عنها على الانستغرام، انه كيف بعتني بشعر سيلينا بما انه هو كيرلي. يعني هو الشعر الكيرلي بده عنايه اكثر من الشعر العادي. هن اسيل وميلا شعرهم سبل، فما بده يعني بده عنايه اكيد، بس مو مثل الشعر الكيرلي. هلا رح احكي لكم اول شيء عن سيلينا. هي هلا تحممت. اول شيء شفتوني لما اشتريت هذا الكريم. هلا شو بدي اعمل؟ اول شيء بدي مشط لها شعراتها. هلا الخطوه الثانيه بعد ما مشطت لها اياهم، انا مشطت لها اياهم ومشي الحال. هلا لما بدي مشط لها شعراتها سواء الها ولا لاخواتها بحط لها من هاد هو بخلي الشعر انه يفك عن بعضه، ما يتوجع وانا عم مشط لهم شعراتهم. بعد ما مشطته بدي احط لها من هذا الكريم مشان يحافظ على الكيرلي بشعرها ويرطبه ويضل محافظ على الشكل، يعني ما يفوتوا ببعضهم. فهي اول ما بتتحمم بيكون الكيرلي كتير ظابط، بعدين بعد كم يوم اجباري هيك بده يفوت ببعضه، بيكون الشعر صار بده حمام. يا اما انا بعود مثلا بطفر لها اياه او هيك، يعني اذا الكيرلي كتير انه هيك تخبص ببعضه. بس هذا كتير ظريف وكتير بيخلي الكيرليات ناعمين. وعلى فكره منتجات الشعر الكيرلي بتبين معكم اذا منيحه ولا لا، ببين معكم انه هي يبست الشعر، خلته هيك لما يتيبس ويصير قاسي هيك مثل الجل، معناتها هذا ما له منيح ابدا، ما تستعملوه. اما هذا بيخليه هيك فيه الطراوه وبينعمه. فهلا رح ورجيكم شلون. يا
عيني شو هالشعر الحلو يا سيسي. لسه ما صاروا، طول بالك. ما صاروا لسه. هلا الخطوة الثانية اللي بدي اعملها انه بدي لفلها اياهم على الفرشاية ومن دون حرارة من دون شيء. شوفوا شلون هلا بدهم يزبطوا ويطلعوا كتير حلوين. اهم شيء هي الحركه، اهم شيء ما عن جد هي اهم، هي بتظبط الكيرلي. انتوا فيكم انه تجيبوا السشوار وتحطوا له هي الراسيه اللي بتجي هيك كبيره، اكبر راسيه. امجد بحط لكم صورتها هون على المونتاج. هيك فيكم تعملوا هيك بالسشوار وهيك تنشفوهم يعني، او تتركوهم هيك هن بينشفوا لحالهم. وفيكم انه انتم ما تعملوا اصلا هيك انه دنبين، يعني انه تعملوهم هيك وهو مفرود كمان بيطلع حلو. بقى شلون لقيتوا هيك اللوك قديش حلو؟ يا عيني يا عيني. لا هلا يا عيني شو هذا يا سيسي؟ مشان ميلا وسيلينا قلت لكم انه بدي لكم الروتين تبعهم. هذا زيت جوز الهند اللي قلت لكم اياه، هو بيجي كتير هيك يعني انه جامد، فانتوا شو بدكم تعملوا؟ بتطلعوا مقدار شي معلقتين كبار، حطوهم شوي بالميكروويف لحتى يدوبوا. هو مثل ماسك. قبل الحمام بتحطوا منه على شعرهم وبتفركوهم. عرفتوا شلون؟ اكيد فهمتوا علي. وفيكم تجيبوا منشفه تكون حق دافيه، يعني تلفوا الشعر بالمنشفه وتتركوهم على الشعر يعني شي نص ساعه 3/4 ساعه، بعدين بفوتوا بيتحمموا. بس ليطلعوا بدي مشط لهم شعرهم بحط لهم من هاد. قلت لكم هاد انه بفك الشعر اللي هيك متشربك ببعضه يعني عشان ما يتوجعوا. واخر شيء كمان بحط لهم نقطتين زيت. هلا انا بصراحه كنت استعمل اللوريال، بس اللوريال انتم بتعرفوا انه هلا هو مقاطعه، بس انا والله صار له عندي يعني من شي سنه واكثر حتى. وفيكم تجيبوا اي ماركه ثانيه كمان، انا هاد جايبه منه كمان ظريف. اي زيت بدكم تحطوا منه، ما لازم تكتروا يعني، لازم تحطوا مقدار هيك. شايفين هي بتكفي لشعر وحده من البنات. بس تفركوا ايدكم هيك كتير منيح، بيقوم هو بمد يعني. وبتعملوا هيك بعد ما تنشفوا شعرهم وخلص يعني. هذا هو. اهم شغله كمان انا كنت بدي احكي لكم عنها، انه لازم تقريبا كل شهرين انه انتم تقصوا الاطراف. انا دائما بقص لهم اطراف شعرهم كل شهرين تقريبا. هذا هو المقطع اللي بالفيديو اللي عم بستناه انا. عن جد والله جعنا كتير ولازم ناكل بقى ما. لا بس والله. احلى شيء البنات كل وحده بدها تلف سندويش تلحى على بقى. ايه علينا نسوي مثل اليوم الفول. الشغله. بدي بلش مساوات تتبيله الهمبرجر. نعم. شو حطيتي بالهمبرجر؟ لسه ما حطيت الا شيء، الله أبداً. وكيلكم عم بنتظركم مشان تشوفوا انتم معي كمان. لحمه هون، اللحمه بس لحمه. ايوه منيح، عرفتينا انه هي لحمه. شوفوا انا جيت قال بدي اعمل مثل الشيفات يعني شيفيات شيف جمع شيف ايه يعني جيت اعمل مثل الشيف يعني، وحط لكم البهارات بالصحن. ما زبطت معي، مدري ليش تلخبطوا هيك شوي ببعضهم، لا تطلعوا انتم هون. رجيتهم مشي الحال. هاي 7 بهارات، وهي توم مجفف، وهي كزبره يابسه، وهي فلفل اسود، وهاد زنجبيل وملح. هديك المره قلتوا لي ليش حطيتي كمون وليش حطيتي كزبره يابسه، طلع العرق الشامي ومدري شو. يا جماعه انا يعني بالعاده ما بحط، بس انا حبيت هالاضافه. ليش؟ لانه الفريكه ثقيله بتحسوها، فالكمون انه هيك بيريح شوي. وعلى فكره والله بتعطيها طعمه طيبه. ما تكتروا يعني، رشه ما تحكموا على شغله قبل ما تذوقوها. بعدين نحن يعني بنحب الكمون والكزبره، صح لما لا بشرى هيك الله خلقنا، شو بدنا نساوي يعني. وهي البصله بشرتي شو كمان بدك تساوي فيها؟ نسيت لكم عليها البصله، هي بدي اياها تكون هيك ناعمه يعني. ونسيت لكم كمان انه بدكم تحطوا معلقه كبيره دبس فليفله، وبدكم تحطوا كمان ربع كاسه زيت. خليني احكي معهم شو بحكي. يا جماعه في علي مش اخي ايه انطحي. يا جماعه اذا انتم حابين هي السلسله اللي حكيت لكم عنها بشرى، اكتبوا لنا بالتعليقات شو حابين تكون الفكره الجديده. هي سلسله طلباتكم انتم يعني، بناء على الشيء اللي انتم بتطلبوه نحن بنساوي. بس يعني اكيد ما حيكون انه هيك حيصير كل محتوانا يعني، نحن رح ننوع لكم. ايوه نعمل كوكتيل يعني بالمحتوى. ايوه تمام. بشرى من قد ما انا جوعانه نسيت لكم على السميد. ايه بنحط لها معلقتين سميد ناعم. يا سلام. امجد قطع هون خس ومخلل. لك ليش هيك خسات مقطعهم؟ هي سر المصلحه بشرى. اذا بتريدي لا تتدخلي بالشيء اللي عم ساويه، يعني لهم طريقه معينه. لكن تمام. وين البندوره مقطعه؟ لك هاي رح اقرب لك اياها. هاي البندوره. كتر خيرك والله.
هلا امجد رح يلف لنا سندويشات تتبرع، واخيرا تبرعت تعمل شغله. دعمها. بلشنا حط اول شي مايونيز امجد، بعدين جبنه اشوان، جبنه شيدر واللحمه وبندوره. نحط وحده هيك خسه هيك بنزينها هيك على كيفكم مشان شو؟ لانه شو بيقولوا العين بتاكل قبل التم. والله مزبوط. لك يا ويلي شو بعينتها شهيه لك بشرة. ايه والله بعينتها بتجنن عن جد كثير. انا وبشرى يا جماعه فرطنا من الجوع، من الريحه نحن. يعني اليوم ارجيناكم من اول ما فقنا لاخر يومنا. ان شاء الله تكونوا انبسطتوا معنا. كان يوم هيك طبيعي يعني، ان شاء الله تكونوا حبيتوا هيك نوع من الفيديوهات. دائما اكتبوا لنا ارائكم بالتعليقات، نحن عم نطلع على كل التعليقات. لا تنسوا تشتركوا بالقناه اللي ما له مشترك بالقناه، وتحطونا لايك لهذا الفيديو. بنحبكم كثير. تصبحوا على خير.